ليلة أمس تمكنت فرقة الاستعلامات والأبحاث التابعة للحرس الوطني بسيدي بوزيد من حجز 136 رأس غنم وبندقية صيد عيار 16 و24 طلقة نارية في أحد المنازل بمعتمدية أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد. 136 رأس غنم وبندقية صيد و24 طلقة نارية هي حصيلة المسروق التي تمكنت فرقة الاستعلامات والأبحاث التابعة للحرس الوطني بسيدي بوزيد من حجزه ليلة أمس في أحد المنازل بمعتمدية أولاد حفوز. بتفتيش المنزل تم العثور على عدد 1 بندقية صيد بدون رخصة عيار 16 وعدد 27 خرطوش عيار 16. كذلك تم العثور على عدد 136 رأس غنم موزع على جميع أرجاء المنزل، وتمكنا من القبض على المظنون فيه صاحب المنزل اللي يشتبه في تعامله مع شبكات سرقة من مختلف أرجاء الجمهورية. توافد عدد من المواطنين المتضررين من مختلف المناطق لاسترجاع قطعانهم التي سرقت منهم تحت التهديد أو باستعمال السلاح في بعض الأحيان، وكل حاول التعرف على قطيعه بطريقته الخاصة. من وسط الغلام حملتها كيما هكا قاعدة لا تحركت، كان نعجة أخرى تشرد مني. قديش تسرق لك أنت؟ 7. لقيت منهم نعجة برك؟ نعجة برك. سمعت بالغنم اني فما غنم تشدت مسروقه، جيت شفت الغنم عندي نعجتين فهمتني مربيهم ماخذهم فطايم صغار فهمني ولا دوم ما شفتهم عرفتهم. اعتبر أهالي المنطقة هذه العملية خطوة هامة في مكافحة سرقة الأغنام. بمناسبة